اسكندريه. كابتن عفت، النهارده كمان في افتتاح حاجه في استاد القاهره، وانت مدعو. معلش انت جيت لي يعني، وربنا يكرمك وان شاء الله هتلحق يعني باذن الله. لكن كابتن عفت برضو البلدوزر يواجه خطر الايقاف في الكويت، لانه عمل مشكله مهاجم نادي السلميه عمرو زكي. فانا مش عارف الدوري الكويتي، انت يمكن انت برضو قريب من الدوري الكويتي. يعني لسه ابتدى ولسه شغال. ايه رايك الدوري الكويتي والاماراتي والسعودي؟ ما كناش نسمع عن الكلام ده خالص. لا الدوري متقدمين جدا دلوقتي. الدوري السعودي ده من الدوريات العربيه القويه جدا. الدوري السعودي من زمان. من زمان يعني لو قشطوا لما كنت بتلعب في الرياض السعودي كان قوي، الهلال والاتحاد وبعدين بيجي فيه محترفين كبار جدا من كل الدول يعني الفتره اللي انا كنت فيها كان فيها هوجو سانشيز بتاع منتخب المكسيك. هوجو سانشيز المكسيكي بيلعب ريال مدريد. كان في لعيبه كتير قوي. الدوري السعودي دوري قوي جدا. الدوري الاماراتي والكويتي ما كانش بالقوه دي. ايوه، نظرا لعدم كثافه الجماهير. الجمهور قلت لك الجمهور دوت زي في الصوره كده، ده الجمهور ده بيعمل روح للملعب. زي الملح كده، ما تحطش ملح على الاكل ملوش لازمه حتى لو بتاكل ايه. طبعا. هو ده ملح الكوره، وهو ده اللي بيعمل في الكوره نشاط وحاجات كتير قوي بتديها روح كبيره قوي. انما الدوري الكويتي والدوري الاماراتي دوري كويس وفيه لعيبه كويسه جدا، انما الظروف الحياتيه والمعيشيه في الدول دي ما بتطلعش اللعيبه اللي ممكن يستمر 5 سنين بيلعب مثلا منتخب، 10 سنين يلعب نادي. مفيش الكلام دوت يعني. اعتقد مثلا ان مفيش اللعيبه في الكويت، مفيش لعيب محترف في الكويت، لان هو بياخد فلوس اكتر في الدوام بتاعه اكتر ما بياخد في الاحتراف. ما بيرضاش يلعب كوره، ما بيرضاش يحترف. يعني بيجي الكوره بيجي الكوره هو معاه فلوس مش فارقه معاه، مجرد لعب كوره. انما لو بصيت مثلا منتخب الكويت ده من اكتر المنتخبات اللي خدت بطوله الخليج. منتخب قوي جدا، ولعيبه عندهم لعيبه مميزه جدا، لان مدارس الكوره هناك في الكويت ووصلوا كاس العالم 82 بالظبط. لا انا بقول لك فيصل العنبري وفيصل عندهم اهتمام والبلوشي. هم الدوله عندها اهتمام بالنشء، فاغلب النشء بيلعبوا كوره. فبتلاقي مثلا المنتخبات اللي هي الصغيره واول ما يطلعوا فريق ولعيبه كويسه جدا. انها بعد كده ظروف الحياه بتختلف يعني. الناحيه الاحترافيه لسه مش موجوده في الدول العربيه بشكل كويس. بس طبعا انا شايف الدوري في الخليج متقدم جدا، وزي ما انت حضرتك اللي طاهر ابو زيد بكره في استاد هتفقد استاد الاسكندريه وافتتح المستشفى. ابو السعود جدد لمحمد حمص. ايه رايك في المحترفين المصريين؟ انا اتكلمت لمحمد صلاح جاله عروض كتيره، محمد النني، حتى محمود كهربا حاليا. يمكن دول ابرز. احمد حسن كوكا في رايو ايفي البرتغالي، في علي غزال في مايديرا البرتغالي. يعني ما كناش نسمع عن الكلام ده، كان نسمع يوم لما نقول مجدي عبد الغني في باريمار مش عارف ميدو. اللي بيوصل لك هنا زادت الموضوع زاد. اللي بيوصل لك هنا ايه؟ اللي ليه علاقات هنا بيوصل لك ان في فلان بيلعب بره. انما لو بصيت لها هتلاقي لعيبه كتير جدا. يعني ليبيا مثلا قبل الثوره بتاعتنا دي كان فيها 14 لعيب مصري بيلعب في ليبيا، بيلعب محدش يعرف عنه حاجه. طبعا فاهمني؟ لان الاعلام هنا برضو ايه يعني انا دلوقتي انا بقى عندي حد يتكلم عني دلوقتي. استاذ ياسر، هو انا اعرفك اخباري فانت بتنزل اخباري. اخباري انا. انما هو المفروض في متابعه، وفي حد بيستطلع الكلام دوت، وفي حد بيشوف المجموعه دي والمجموعه هتلاقي هتطلع منتخب كويس يعني. العبد مثلا، العبد ومين كان ادم العبد ولا حد يعرفه. فاهمني؟ فهي دي انما عندك لعيبه محترفين كتير جدا جدا جدا، وفي مصريين مثلا مصري. ما هو محمد زيدان في بروسيا دورتموند محدش يعرف، ولا انت ما عرفتش لما لعب منتخب. كان عايش في المانيا في الدنمارك. فهي الامور كده. وكمان القيود اللي عندنا في مصر هنا اللي بتمنع لعيبه كتير انها تحترف. المفروض الموضوع ده يختلف دلوقتي. المفروض ان احنا ندي يعني نصرح بكده ان اللعيب مثلا لو قبل 19 سنه وجاله يقعد احتراف في نادي يمشي فورا. ايه المشكله؟ ما انت اللي هتكسب منه والبلد اللي هتكسب منه. فهو ده. انما للاسف مفيش عارف يعني. برضو احنا عايزين ايه؟ عايزين الثوره تدخل الرياضه بشكل كبير قوي، وتنظف بقى وتبتدي الرياضه يبقى فيها حد كويس، حد بيفهم في الرياضه. ما يجيش حد كان قاعد طول عمره على مكتب وعامل كده وبعد كده يجي هو يتصرف في الرياضه. لا، ما ينفعش. لازم حد يكون من جوه المطبخ ده، خرج من مطبخ الكوره وعمل عشان يبقى مسؤول عن الكوره. حد خرج من مطبخ السله والكلام ده عشان يبقى مسؤول عن السله. ده المفروض. انما حته بقى التعليمات الاداريه والكلام ده لا، مش اهل الثقه. انا عايز اهل الثقه الخبره دوت فخليهم في حالهم يعني، بعيد عن اي حاجه. انا عايز الاهل اللي متخصصين يعني. واحد بيلعب كوره زي عفت، ما هو يدرب كوره. واحد بيلعب سله ما يلعب سله، ما هو دي شغلته بالظبط. ده المفروض مفيش دخيل على الرياضه عندنا.
طيب انا مش عارف برضو، احنا كنا مجهزين شويه اهداف الاهلي والزمالك في افريقيا، فبرضو لو جاهزه يا جماعه قولوا لنا نشوفها، نبقى نرجع فاصل تاني او نكمل مع كابتن عرفت. طيب جاهزه، هنطلع فاصل كابتن عرفت نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك في اللي هو اللي فات ده وبعض اللقطات في بطوله افريقيا، ونرجع تاني عشان نعرف ذكرياتك مع مباريات الاهلي والزمالك. ماشي اوكي. فاصل ونعود. منتظر اللحظة، الفرصة للاصطياد للقنص، كورة عالية وشريف يغلط، مش ممكن، الكورة في منتهى الخطورة، فرصة للتسديد وشريف إكرامي، جول جول جول. عمر جابر يتقدم للزمالك بمتابعة روعة، بعد زحام، بعد دربكة، بعد خطأ من شريف إكرامي وخطأ أيضا من الدفاع الأهلاوي في إبعاد الكرة. أحمد جعفر يجرب، إسلام عوض يجرب، وفي النهاية عمر جابر. ادي شريف إكرامي وقعت منه الكرة، صلاح سليمان، أحمد جعفر، عمر جابر مرتين، وجعفر هو صاحب الهدف، أحمد جعفر هو صاحب الهدف، عمر جابر جرب مرتين، لكن في النهاية الهدف من نصيب جعفر. أحمد جعفر اللي جدد عقده فقط مع بعض الدقائق ويضرب في كل مكان، وفي الجونة كمان. ادي الكرة اتلعبت على طول، فتح الله وعبد الظاهر، ضربة جزاء للنادي الأهلي. صلاح سليمان من 5 مرات كرة الشوط الأول. ادي الكرة 2 صلاح سليمان ومحمود فتح الله في مواجهة تحت أنظار جمال حيمودي، يمنح الإشارة وتركيز كبير من أبو تريكة وعبد الواحد. جول يتعادل النادي الأهلي، يتعادل، وكالعادة الهيستوريكو محمد أبو تريكة يحتفل مع جمهور النادي الأهلي خلف مرمى نادي الزمالك بهدف التعادل الغالي جدا. أبو تريكة يعيد المباراة لنقطة البداية، يعيد التوازن، يعيد اللقاء لنقطة التعادل من جديد بهذا الهدف. يتقدم عبد الواحد، يحاول على الكرة عبد الواحد ويروح في زاوية الكرة بالفعل، لكن كرة أبو تريكة كانت قوية مركزة وفي زاوية وفي الصميم، رايحة وعارفة طريقها. يمكن شفنا الاهداف بتاعت مباراه الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا، وبكره الحد الساعه 3 في ملعب الجونه هيبقى مباراه الاهلي والزمالك. هي مباراه الاهلي، مباراه الزمالك انتهت بالتعادل 1-1 اللي كان منظمها برضه في الجونه، ما فيش غير الجونه ورانا، ومباراه بكره منظمها النادي الاهلي برضه في الجونه الساعه 3 العصر. انت ذكرياتك ايه، يعني توقعاتك ايه للمباراه كعفة نصار لعيب الحريف لعيب كوره وكابتن نادي الزمالك، وذكرياتك بعد كده عن مباراه الاهلي والزمالك اللي انت شاركت فيها؟ بص انا كنت اتمنى طبعا ان المباراه دي يكون تحديد لمين يصعد من الفرقتين. يعني لازم فرقه فيهم تكسب، او الاهلي كمان حظوظه اكتر، لو الماتش خرج تعادل يبقى الزمالك بره والاهلي ممكن يكمل على كده يعني. فنادي الزمالك ما عندوش غير حل واحد ان هو يكسب المباراه، والاهلي نفس الموضوع عنده يكسب او يتعادل. فالامور انا ما كنتش حابب كده، كنت حابب الفرقتين من الاول يكون عندهم الحميه الكبيره جدا بحيث ان هم الاثنين يوصلوا وبعد كده ان شاء الله اول وثاني. كان نفسي في كده بجد والله. انما طبعا انا ما بلومش على الفرقتين، انا بلوم على احوال البلد، على ان البلد ما فيهاش الاعداد الكويس اللي كان المفروض يبقى فيه اللعيبه دلوقتي، او ان يكون لياقتهم كامله بشكل كبير جدا. كل الظروف اللي موجوده دي اكيد ما بتديش عارف المجهود اللي ممكن اللعيب يديه في خلال المباراه. يعني لو اتفرجت على بعض المباريات في توتر، تحس ان مش هم اللعيبه دي، يعني في حاجه ناقصه، او ان الفرقه ما بتكملش 90 دقيقه. بدليل ماتش مصر وغينيا، منتخب قليل جدا، لعيبه قليلين جدا. لازم يبقى في اعداد كويسه، يبقى في دوري، لازم الدوري يرجع.
علشان يبقى في كوره بشكل كويس. انما لو يعني الدوري الأمور مشيت كده، المحلي يجهز اللعيبه احسن يعني. اكيد اه اكيد. انت يعني انت بتقول على اهم حاجه. اهم حاجه انك لازم عارف كتر الممارسه بتعمل جواك خبرات. صح صح فانت مظبوط، لازم مظبوط. تتمرن وتلعب مباريات عشان تاخد الخبرات دي. المباراه النادي الاهلي هو اجهز من نادي الزمالك. طبعا. انما الحافز لنادي الزمالك اكبر دلوقتي. نادي الزمالك الحافز بالنسبه له، وبعد الفوز الزمالك في المباراه الاخيره مع اورلاند بيريتس الجنوب افريقي، الماتش كان صعب كان ماتش جدا. صعب، انت شفته الماتش طبعا. ما كانش يعني ايه، عارف كانت النسبه مثلا 70 ل 30 يعني صح الزمالك صح. انا يكسب بصراحه 30%. انا خفت على الزمالك جدا. حتى انا اخر ربع ساعه كنت بتفرج كنت مش عارف اتفرج، عمال اقوم واقعد واقوم ومتوتر جدا يعني. فالحمد لله يعني. فالمباراه دي حافز زي ما انت بتقول كده يا استاذ ياسر، حافز كبير جدا للعيبه ان هم يكملوا بشكل كويس ايا كانت النتيجه. انا كزملكاوي اتمنى الزمالك يكسب ويكمل وياخد كل بطولات الدنيا. انما كمصري يعني تمنيات لاي من الفريقين اللي يكمل فيهم يكسب البطوله في الاخر، علشان يبقى دي حافز لمصرنا كده، وان شاء الله تفيد مستقبل مصر الكروي اذا كان في ترتيب الفيفا او في ترتيب ولادنا بعد كده في احترافاتهم او شكل الكوره في مصر. وتتوقع ايه النتيجه؟ انا قلت لك النتيجه يعني النتيجه في علم الغيب انا عارف، بس نتوقع ايه يعني؟ انت قلت لي الاهلي اجهز والزمالك برضه كويس عنده حافز، برضه ما قلتليش ايه النتيجه. يعني انا هربت. بص انا ممكن اقول لك تصور المباراه ان المباراه في اولها هتبقى حاميه جدا. وهتلاقي هجمات هنا وهجمات هنا وكلام. اللي هيجيب جوان من الهجمات اللي هي في اول المباراه دي هيكسب، لان الفرقتين في اخر المباراه مش هيبقى عندهم الجهد الكبير جدا اللي هو يطلعوه زي كل المباريات اللي فاتت. يعني كل المباريات اللي فاتت تحس ان الفرقتين بيجوا في اخر ربع ساعه، اخر ثلث ساعه، خلاص انهمكوا خالص، ما عندهمش جهد، فبينقلوا الكوره وهم واقفين. فالفتره اللي هيبقى فيها الجهد العالي جدا اللي هي بدايه المباراه، وكل فريق بيحاول يفرض على الفريق الثاني سيطرته في المباراه، اللي هتجيله فرص في الوقت ده وهيسجل منها هو ده الفريق اللي هيكسب. طيب قول لي بقى على اكتر يعني الفريق اللي انا فهمته برضو منك، اذا كنت فهمت صح، هو الفريق اكثر استغلالا للفرص امام المرمى الفريق الاخر هو اللي هيكسب يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. انت تتمنى مين؟ اتمنى الزمالك طبعا. الزمالك طبعا، فرقتك طبعا. لكن يعني انا عايز اعرف ايه ذكرياتك الصعبه قوي اللي في مباراه الاهلي والزمالك عرفت نصر شارك فيها؟ اصعب موقف واحسن موقف ليك. بس في حاجتين كده. بره كنا بنلعب الاهلي في كاس السوبر في جوهانسبرج، بتاعت ايمن منصور اللي الزمالك كسب 1-0 وكان احمد شوبير، كابتن احمد شوبير حارس المرمى. هو حارس مرمى. مظبوط. في المباراه دي كانت كل توقعات بتقول النادي الاهلي يكسب والنادي الاهلي افضل. فعلا انا شفت الماتش ده. انما جوانا احنا افضل. احنا افضل، بدليل لو جبت المباراه دي هتلاقي ان احنا مثلا ماسكين كوره بنسبه 70-75%، هجمات على النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا، لان اللعيبه كان جواها عايز يكسب، اللعيبه حاسه بقيمتها. بالاضافه ان كان في مدرب بره الله يرحمه بيديك حافز. مين بقى؟ كابتن الجوهري. كابتن الجوهري الله يرحمه بيديك حافز. فعلا الكابتن الجوهري كده حماسي قوي نفساني. بص انا عايز اقول لك على حاجه،